السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمميز الذي نأخذكم فيه إلى عمق الحدث، ونكشف لكم كواليس الكرة الجزائرية من الميركاتو مرورا بأهم الصفقات وأكثرها جدلا. قبل أن نبدأ، لا تنسوا دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد فور نزوله. في هذا الفيديو سنتناول مواضيع قوية جدلية وأخرى حماسية ستشعل النقاش بين الجماهير الجزائرية. قضية أيمن محيوس، هل هي فعلا لا حدث أم أن خلفها ما هو أكبر؟ صفقة نارية في بيت اتحاد العاصمة بطلها زكريا دراوي. لماذا اختار بالحسيني شباب بلوزداد ورفض البقاء في السياسي؟ إصابة بن خماسة تربك المنتخب المحلي وبكرة يثير التساؤلات ببديله المفاجئ. وفاق سطيف يضرب بقوة ويتعاقد مع نجم رواندي مثير. مشاهدين الأفاضل، إذا تكرمتم بوضع لايك للفيديو واشتراك في قناتكم فهذا سيكون من جودكم وكرمكم، ونطلب منكم دائما دوام الصحة والعافية لمشاهدي ومتتبعي قناتنا. دوام الصحة والعافية. الآن إلى أخبار الأندية، والبداية من اتحاد العاصمة. صفقة طوية جدا. زكريا دراوي يوقع مباشرة بعد فسخ عقده مع مولودية الجزائر رغم الانتقادات التي طالته، خصوصا بسبب تجربته المتواضعة مع المولودية، إلا أن الجميع يعرف حجم المنافسة في وسط ميدانها. وجود أسماء مثل زغرنا وبن خماسة وبوراس صعب من مهمته، لكنه يبقى لاعبا كبيرا. إدارة الاتحاد كانت ذكية وخطفته مباشرة بعد خروجه من المولودية. الاتحاد سبق وأن عزز صفوفه بالمدافع الكاميروني تشي مالون كما عاد الدهيري من الكويت، لكن الملف الأهم الذي ينتظره الأنصار هو المدرب. نحن على بعد 20 يوما من انطلاق البطولة، والاتحاد لم يعلن بعد عن مدربه الجديد. إذا لم تكن هناك مفاوضات حاليا فالأمر كارثي. يجب حسم هذا الملف في 48 ساعة على الأكثر. ننتقل إلى بالحسيني الذي وقع رسميا ل3 سنوات مع شباب بلوزداد بعد تجربة ناجحة مع السياسي. اللاعب اختار الCRB بعد أن قدم شروطا صعبة لإدارة قسنطينة. هو مهاجم قناص يجيد اللعب بالرأس والقدم ويسجل من أنصاف الفرص. المدرب راموفيتش يعرف كيف يوظف عناصره، وقد يكون البالحسيني الورقة الرابحة هذا الموسم، خاصة وأن الفريق يواصل تحضيره بشكل ممتاز وحقق فوزا وديا على الخور القطري. في بيت مولودية الجزائر التحضيرات جارية بتونس. الفريق خاض مباراة ودية توقفت في الشوط الأول مع الأولمبي الباجي، والجمهور ينتظر جديد الميركاتو، لكن الأمور تسير ببطء، والإصابات مثل ساليو بانغرا وبن خماسة تزيد الوضع تعقيدا. التساؤلات كثيرة والرسميات غائبة لحد الآن. أما مولودية وهران فقد أعلنت رسميا فسخ عقد كريم عريبي بعد موسم فاشل لم يقدم فيه اللعب ما كان منتظرا منه. الإدارة تواصل تحضيراتها لكنها لم تتعاقد بعد مع مدرب تحضيرا للموسم المقبل. نصل الآن إلى وفاق سطيف الذي يواصل تعزيز صفوفه بلاعبين أفارقة. آخر صفقة كانت مع الجناح الأيسر الدولي الرواندي بيرا ماهير، لاعب سريع قوي ويملك إمكانيات ممتازة. لحد الآن تعاقد الوفاق مع أكثر من 11 لاعب مقابل تسريح 14 لاعب. التغيير كبير والاستقرار الفني مطلوب، لكن إن نجح المدرب في توظيف هذه المجموعة فالفريق قد ينافس بقوة هذا الموسم. في شبيبة القبائل التحضيرات تتواصل في الأراضي التركية بقيادة المدرب الألماني جوزيف تيمباور. الصفقات غائبة لكن المفاوضات مستمرة. صفقة اللاعب جون شارل أهوا توقفت بسبب مطالبات مالية ضخمة وصلت إلى $1,000,000، وهو ما رفضه إدارة الشبيبة. الأنظار تتجه الآن إلى صفقات بديلة، والممولون الجدد قد يمنحوا الفريق دفعة مالية مهمة لتسريع الأمور. أخيرا نعود إلى صفقة محيوس التي أثارت الكثير من الجدل، لكن حسب ما نراه الأمر محسوم. اللاعب وقع رسميا والإدارة تعرف ما تقوم به. شبيبة القبائل لن تتعاقد مع لاعب من حجم محيوس دون أن تكون واثقة من خطواتها. في النهاية كل هذه الأحداث تؤكد أن ميركاتو الكرة الجزائرية مشتعل. نريد أن نسمع رأيكم أنتم في التعليقات. ما رأيكم في صفقة محيوس؟ من هو المستفيد الأكبر من سوق الانتقالات؟ وهل بكرة فعلا أخطأ في تعويض بن خماسة؟ لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. نراكم في فيديو جديد قريبا. إلى اللقاء.